اسمح لي يا صديقي أعيد صيغة سؤالك وأقول لك هم لا سرقونا ولا ضحكوا علينا، بالعكس اللي ضحك علينا اللي كتب لنا في كتب التاريخ وإحنا في الابتدائي إن اللي كسر مناخير أبو الهول هو نابليون بونابرت، رغم إنه ثبت في لوحات المستشرقين صور لأبو الهول بدون مناخير من قبل ما نابليون يتولد ب70 سنة. اللي ضحك على المصريين هم المصريين والعرب أنفسهم، مش الغرب الغزاة المحتلين، ورغم إنهم غزاة على مصر إلا إن لهم فضل علمي وتاريخي كبير على مصر. وتعالى أثبت لك. المجمع العلمي اللي أنشئ سنة 1798 ميلادية بأمر من نابليون بونابرت نفسه، واللي موجود فيه الأطلس المصري والأطلس العالمي والأطلس الهندي والأطلس الألماني وعلوم كتير مش موجودة في العالم كله كانت بفضل الفرنسيين، وكتاب وصف مصر اللي مدون فيه التاريخ المصري كله واللي جند فيه نابليون بونابرت كثير من العلماء في كل التخصصات لتدوين التاريخ علشان سيادتك تعرفه. وأرجو إن محدش يقول لي إن هم دخلوا الأزهر بالخيول، ده كان في صحن الأزهر وكان لها قصة كبيرة، وحاليا إحنا بندخل صحون المساجد نقيم فيها حفلات. طب تعالى أقول لك على شيء أخطر يا صديقي، لو ما كانش اكتشف حجر رشيد كنا عرفناه؟ لا، وأنا بقول الكلام ده بحكم إن رجل مصري بحب بلدي، مش علشان خالتي فرنسا ومنحاز للاحتلال الفرنسي، لكن علشان الأجيال الجديدة تاخد فرصتها إن هي تتعلم تاريخنا صح بدون تلفيق. حجر رشيد يا صديقي لو لم يكن يكتشف من خلال الحملة الفرنسية كان استخدم في البناء في قلعة رشيد. الحجر في الأصل كان موجود في صان الحجر في مدينة الشرقية، ويقال انه احتمال انه يكون نقل عن طريق المسيحيين الأوائل إلى مدينة رشيد، وكان هيستخدم في البناء زي ما قلت لك في طابية رشيد. يعني سيادتك ما كنتش هتعرف عنه حاجة لولا الحملة الفرنسية، زي آثار كتير استخدمت في البناء واكتشف بالصدفة عن طريق ضابط في الحملة الفرنسية اسمه فرانسوا بيير بوشار، واللي بعد كده بلغ بيه الحملة. لكن شامبليون فك رموز الحجر ازاي؟ ده السؤال المهم. فكها بالمضاهاة وعن طريق 2 من العلماء العرب. اولا حجر رشيد اكتشف سنة 1822 وهو عبارة عن نص اغريقي مدون فيه 54 سطر، وهو عبارة عن مرسوم ملكي يعود لسنة 196 ميلادية، صدر في مدينة منفى على يد أحد الكهنة تخليدا لذكرى بطليموس الخامس. والنص كان عبارة عن رسائل شكر وعرفان من بعض الكهنة إلى بطليموس الخامس لأنه رفع عنهم الضرائب عن المعابد ودور العبادة. شامبليون اهتدى للأشكال البيضاوي الموجودة على الحجر والتي تسمى بالخراطيش، وعمل عملية مضاهاة للصور والرسومات الموجودة على المعابد، واللي سهل في ده 3 أمور مهمة: أسماء الملوك اللي كانت مدونة على حجر رشيد زي بطليموس وكليوباترا. سهل في فك رموز الحجر كمان الأبحاث اللي كان عاملها قبل كده أحمد بن أبي بكر ابن وحشية، وده عالم عربي كان عايش في بلاد العراق في القرن التاسع والعاشر الميلادي، واللي دونها في كتابه شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام عن أنظمة الكتابة القديمة وتحويلها إلى اللغة الإنجليزية، وده منشور في لندن سنة 1806 ميلادية يا صديقي. ثانيا الباحث الصوفي زنون المصري اللي كان عايش في مدينة أخميم في بداية القرن التاسع الميلادي برضه، وكان أغلب سكان الصعيد وقتها بيتحدثوا اللغة القبطية المصرية القديمة. فعلشان شامبليون كان يقدر يفك رموز حجر رشيد ومنها اللغة القبطية اللي كانت مدونة فيه، كان لازم يتعلم اللغة القبطية المصرية القديمة اللي في الوقت ده بدأت تندثر. فرغم ان هم غزاة يا صديقي الا ان هم كانوا بيدونوا التاريخ بمصداقية، ولو هم اخدوا قطع تاريخية من مصر فهي محافظ عليها الى يومنا هذا، وإلا احنا المصريين نفسنا كنا استخدمناها في البناء وما كنتش هتعرف عنها حاجة. زي صلاح الدين مثلا ما اخد مسلات فرعونية كتير كان مدون عليها خراطيش كتير زي أكسنكر وبيبرس الجشنكير، ومحمد علي باشا نفسه إلا انه تراجع عن القرار في اخر لحظة لأسباب ايه هي التاريخ ما ذكرهاش. اما حديثا يا صديقي فتذكر غرفة نوم الملك فاروق اللي كانت موجودة في حديقة الحيوان وخرجت على ايدينا احنا وهربت الى المتاحف بره، مش على ايدين الحملة الانجليزية ولا الحملة الفرنسية. وزهرة الخشخاش
والسرير محمد علي باشا توفيق اللي نسخة منه خرجت بره مصر تهريبا من مصر، والنسخة التانية بعناها في البكية حرفيا. أو حاجة أخيرة كمان بالمناسبة، المجمع العلمي اللي عملته الحملة الفرنسية اللي ضحكوا علينا وكان فضل العلوم كتير، احنا اللي حرقناه بإيدينا أيام الثورة لو تفتكر. وأمثلة كتير، واشوفك على خير.